زهقت من أكل الدايت. كلمة بنسمعها كتير قوي، وللأسف الناس اللي بتعمل دايت فاكرة الحرمان هو اللي هيخسسها. لا خالص، ده كلام غلط. أنا باكل كل حاجة، بس لازم أعرف تصنيفات الأكل والسيرفنج بتاع كل نوع والسعرات اللي هاخدها منها. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية سمنة ونحافة ورياضيين أطفال وذوي أمراض مزمنة. بص يا سيدي، احنا قسمنا الأكل ل7 أصناف، كل صنف ليه السيرفنج بتاعه. ايه هم بقى الأصناف دي؟ تعالى أقول. أول صنف النشويات، البقوليات، الألبان، الفاكهة والسكريات البسيطة، الخضار، وكمان اللحوم وبدايلها، وآخر صنف الدهون. النهاردة هنتكلم عن أول صنف وهو النشويات. وخلي بالك، ده بتبقى شاملة الخضار النشوي زي البطاطس والقلقاس والبطاطا. السيرفنج من النشويات ده بيدي 15 كارب، 3 بروتين وزيرو دهون، ما فيهوش أي دهون. بيدي سعرات قد إيه؟ بيدي 80 سعر حراري. طيب إيه السيرفنج ده؟ هقول لك يا سيدي. عندي الربع رغيف بيساوي 30 جرام، يعني لو وزنت الربع رغيف هتلاقيه 30 جرام، يعني تقريبا نص كوباية دقيق. أي حاجة هعملها بنص كوباية دقيق هو ده السيرفنج بتاعي. بتساوي نص كوباية رز أو برغل أو فريك مستوي، وممكن نقول 3 معالق كبار. بيساووا كمان نص كوباية مكرونة مطهية أو 4 معالق كبار مكرونة. ليه 4 مش 3 زي الحاجات التانية؟ هقولك، لأن المكرونة بتبقى مفرغة من جوه، فعلشان كده بتخليها 4. بيساوي إيه كمان؟ بيساوي ثمرة بطاطس أو ذرة أو بطاطا أو قلقاس مقطع حوالي 100 جرام. يعني ممكن آكل وأنوع. يا سيدي، بس خدها قاعدة، كل لما الحاجة هتبقى أغلى هتبقى أفضل. يعني الرز البسمتي أفضل من الرز الأبيض، الفريك كمان أفضل، العيش الأسمر أفضل من العيش الأبيض، الحبة الكاملة أفضل لأن فيها ألياف بتساعد على الشبع وليها فوائد تانية كتير. كمان قاعدة تانية، المزروعات أحسن من المصنعات. يعني الرز أحسن من المكرونة. الحاجات اللي ربنا خلقها دايما بتبقى الاختيار الأفضل، لأنها بتعتبر نشويات معقدة، يعني هتاخد وقت في الهضم، يعني مش هتجوع بسرعة. تابعوني علشان نعرف في الفيديو اللي جاي سيرفنج البقوليات.